في النقاش عن الستات، القصص اللي بتبين قوتهم وانهم قادرين يكملوا بعد المصاعب بتكون مش متسلط عليها الضوء بشكل كافي. احنا حبينا نحكي القصص دي ونسلط عليها الضوء، نحكي قصص الابطال اللي مش معروفين، الابطال اللي بيساعدوا الستات دول يتجاوزوا ظروف صعبة جدا. كنا عارفين ان القصة دي لازم تتحكي في قلب القاهرة، في المكان اللي بيجمع الفن والثقافة في وسط البلد، في مكان يكون متاح لكل الناس من خلفيات مختلفة. وبالشراكة مع شركة الإسماعيلية للتطوير العقاري اخترنا سينما راديو والمصنع والمخزن. وعشان كده وبالتعاون مع Pathfinder USAID و UNFPA واليونيسف والمجلس القومي للمرأة، واللي هدفهم من الأول هو خلق مكان آمن للستات يعيشوا فيه ويزدهروا في حياتهم. والطريق ده وصلنا لأننا نعمل 16 Days of Activism Community Festival مع شركائنا. حبينا نفتح كلام عن مواضيع كتيرة بيتجاهلوها الناس، واستخدمنا الفن عشان نوصل الرسالة دي. ولمدة 5 أيام سينما راديو والمصنع والمخزن كانوا المساحة المفتوحة للفن والنقاش. وعشان نحكي قصصهم اخترنا طرق مختلفة نوصل بيها رسالتنا: أفلام، مسرحيات، شعر، معارض فنية وفوتوغرافية. كان عندنا عروض أفلام مميزة ومهمة، وكل واحدة فيهم كانت بتفتح باب جديد للتغيير، زي فيلم ماما للمخرج ناجي إسماعيل وبطولة مي الغيطي، اللي حكى قصة بنت بتخبي جثة والدتها عشان تقدر تعيش مع أخوها لحد ما تتم 21 سنة. وفيلم توك توك للمخرج محمد خضر، اللي ورانا ست اتخلت عنها الحياة بكل قسوة بعد ما جوزها سابها، لكنها قررت تقف على رجليها وتكمل الطريق عشان ولادها. وكمان فيلم سمر قبل آخر صورة للمخرجة آية الله يوسف، شفنا فيه رحلة التعافي النفسي والجسدي اللي عاشتها سمر بعد ما تعرضت للعنف من أقرب الناس ليها، جوزها. وفيلم I Feel the Word للمخرجة غادة عيسى، اللي ناقش مفهوم الرجولة السامة وإزاي المفهوم ده بيأذي الكل، ستات ورجالة كمان. بعد كل عرض كنا بنقعد مع صناع العمل نتكلم في حلقة نقاشية عشان نفهم ونشوف ازاي الأفلام دي خرجت من عن النمط وكسر التابوهات ولعبت دور حقيقي في نشر الوعي والتغيير. والعروض المسرحية كانت معبرة، مليانة رسائل قوية وملهمة، وقدرت توصل لقلوب الناس بأسرع طريقة، لأن الفن لما يكون حقيقي وصادق بيهز فينا حاجات كتيرة. فنوات الجيزة قدموا عرضين ما يتنسوش: عرض وات السدي اللي أخدنا في رحلة من الطفولة لحد ما الست تكبر وتبني بيتها، عرض حكى عن كل لحظة وكل وجع وكل تحدي بيمر على الستات في مجتمعنا بطريقة بتلمس القلب. أما The Perfect Family ففتح باب النقاش عن تأثير الإنترنت والمشاكل اللي بتواجه العائلات. ودوار آرتس قدموا تجربة مسرحية تفاعلية مبهرة من خلال عرض شغف بلاي باك ثياتر، فيها الجمهور بيحكي قصصه والممثلين المبهرين بيرجعوا يمثلوها قدامهم بإحساس عالي ومشاعر صادقة. شفنا الضحك، التأثر، وشفنا ناس بتخرج من سينما راديو وعيونهم فيها دموع ومشاعرهم مختلفة لأنهم شافوا نفسهم، سمعوا صوتهم، وحسوا إنهم مش لوحدهم. ودي كانت لحظات الفن الحقيقي اللي بيوصل للقلب قبل العقل. وكمان لأن الشعر دايما كان وسيلة للتعبير اللي مفيش حد يقدر يستغنى عنها، ولأن بيقولوا اللي جوانا بصوت أعلى من صوتنا، مزرعة نتورك فور آرتس قدموا عرض شعري خلى كل كلمة تسيب أثر وكل سطر يبقى صدى الجمل الستات اللي نفسهم يقولوها من زمان. بكلمات فريدة جوهر وجنى الصاوي يتقال الشعر بصوت فيه مشاعر حقيقية، مليان حياة وجمل كأنها اتكتبت من فرحة، من خيبة، ومن أمل لسه بيحاول يطلع للنور. عملنا 16 حلقة نقاش وتوكس غطت مواضيع مهمة زي الفن، الكيانات اللي بتدعم المرأة، المؤثرين اللي بيأثروا فينا كل يوم. وشارك في تقديم الفعاليات المذيعة رنا عرفة ومحمود عبد المجيد ونالا كامل. بدأنا بندوة نعمل ايه لو تعرضنا للعنف، وكان فيها المستشار أحمد رفعت النجار، أستاذة دينا شكري، وسال يونس الزهني من UNFPA، واتكلموا عن حقوق الستات وازاي يقدروا ياخدوا خطوات قانونية لو تعرضوا لأي عنف. وندوة عن الوعي والتعافي من خلال الفن مع مريم شحاتة من دوار آرتس، ماير مجدي، سلمى فوال من اليونيسف، وسماح حسين، ودار الحوار يارا مازن. اتكلموا عن دور الفن في التعبير عن التجارب الناجيات وخلق مساحة آمنة للنقاش والتعافي. كمان كان في ندوة تانية عن الدراما ودورها في محاربة العنف مع داليا خليف، صدقي صخر، ماجي مرجان، ومها الوزير. شاركوا تجاربهم عن ازاي الفن والمسرح بيغيروا المجتمع وبيساعدوا الناس تشوف قضايا المرأة من منظور مختلف. وفي نقاش مع أميرة عبد اللطيف مخرجة حكت عن تجربتها مع الختان والتعافي وأدارت الحوار مع عبد العظيم. وكمان كان عندنا ندوة مع أمل توفيق رئيسة مكتب شكاوي المجلس القومي للمرأة، حكت عن شكاوي حقيقية من ستات اتعرضوا للعنف أونلاين وقدمت نصايح عن ازاي الستات يتعاملوا مع المواقف دي. وفي ندوة الرجولة أدب أدارتها نضال أدهم
كان فيها ميشيل جرجس، كيرو راجي، علاء ياسين. اتكلموا بصراحة عن الرجولة والضغوطات المجتمعية وازاي الرجالة ممكن يدعموا بعض ويوصلوا لصورة صحية اكتر لنفسهم وللمجتمع. وندوة عن فود سيفتي وجي بي في اللي هو الامن الغذائي والعنف ضد المرأة مع محسن سرحان من بنك الطعام ومروة علم الدين من الامم المتحدة. واتكلمنا عن العلاقة ما بين الامن الغذائي وحماية الفئات الضعيفة من العنف وغيرها كتير من النقاشات. كان في كمان معارض خدتنا لعالم مختلف من الفن زي معرض فوتوبيا اللي فتح سؤال مهم للنقاش، يعني ايه رجولة؟ المعرض حاول يكسر الصورة النمطية اللي المجتمع حطها وخلينا نشوف الرجولة من زاوية تانية. وكمان كان في معرض أكسس بعنوان Can There Be a Return اللي كان أشبه برحلة داخل مشاعر الستات، لوحات مرسومة بإيدين فنانين وفنانات موهبات، كل رسمة كانت صوت وكل لون كان إحساس. وكان في كمان معرض أركيد جاليري بعنوان Shadows and Lights اللي جمع صور مختلفة لستات بيعبروا عن قصصهم، عن العنف اللي تعرضوا له، عن الصمت وعن النور اللي لسه بيحاولوا يوصلوا له. وعشان UNFPA بيقدم مساحة آمنة لكل ست بتتعرض للعنف كان لازم يكون في المهرجان تمثيل للمكان ده، فعملوا لنا نموذج مصغر يوري شكل المساحة الآمنة. كمان كان في لوحات رسموها سيدات مروا بتجارب عنف، كل رسمة ولوحة كانت طريقة للتعبير والتعافي. وعشان العنف بقى مشهد متكرر في المسلسلات والأفلام، احنا وأسورس قررنا نرجع للمشاهد اللي فعلا أثرت في الناس وخلتهم يقفوا ويتأملوا. فكرنا ايه المشاهد اللي فضلت معلقة في دماغ الناس واخترنا مشهد من فيلم امرأة مطلقة، ومن هنا قررنا نعيد تشكيل المشهد على أرض الواقع. من أول ما تدخلوا الأوضة هتسمعوا صوت المشهد وتلاقي نفسكم واقفين جواه بنفس الديكور، نفس الإضاءة ونفس الإحساس. من أكتر الحاجات اللي سابت جوانا أثر كانت قصص التحرش اللي فقدنا بسبب بنات كتيرة. في كل مرة بتحكي بنت قصتها أول سؤال بيتوجه لها كنت لابسة إيه؟ كأن اللبس هو سبب وكأنها هي اللي لازم تبرر. عشان كده قررنا نسمع البنات، نسألهم يحكوا يقولولنا كانوا لابسين إيه وقت التحرش، وعملنا معرض كنت لابسة إيه. وكان المعرض مؤلم، صادق، مؤثر لكل اللي شافوه. ولأن العنف مش بس ضرب أو لمس، العنف كمان ممكن يكون في كلمة، في تعليق جارح. عشان كده عملنا معرض تاني في كل الكلمات اللي بتتقال وبتوجع زيها زي أي أذى تاني. المعرض ده ما كانش مجرد عرض، كان صوت لكل حد سكت وكل خطوة في الطريق إننا نسمع ونصدق ونقف للعنف. وفي الهنجر حبينا نخلي فيه جزء تفاعلي مخصص للناس اللي مشت جوه المعارض الفنية في المصنع. سمينا أول معرض Express Your Emotions. جبنا لوح بيضة كبيرة وطلبنا من الناس يرسموا عليها زي ما يحبوا. الرسمة كانت جماعية زي جلسة علاج بالفن، كل حد بيشارك بلونه وفكرته وإحساسه. وكمان كان فيه ركن لكل حد حابب يكتب رسالة لنفسه ولأي حد يعرفه عدى بتجربة صعبة. وكمان علقنا أسرف على الحيطة جواها كروت عليها جمل دعم نفسي. وكان في شجرة حطيناها وسألنا سؤال بسيط، ازاي ممكن تدعم المرأة والستات عايزة ايه؟ الناس علقت اجابتهم على الشجرة دي. وغير الفن الانتراكتيف كمان عملنا ورشتين مهمين جدا. ورشة الشمول المالي مع Pathfinder مع إيمان الشريف مستشارة الشمول المالي في USAID Egypt، وشوفنا بنات صغيرين بياخدوا خطوات حقيقية عشان يتحكموا في مستقبلهم المالي وبيتعلموا مهارات عملية تساعدهم يديروا حياتهم المادية ويقوي نفسهم عشان ياخدوا قرارات مالية بوعي وثقة. ورشة مانهود بالتعاون مع رجل، وكان هدفها ان نساعد كل الرجالة يكتشفوا نفسهم وعلاقتهم مع عائلتهم ويعرفوا ازاي يتعاملوا مع اولادهم بالشكل الصح ويتحملوا المسؤوليات المختلفة. وده كان من خلال التمارين المختلفة اللي زودت الوعي على مواضيع كتيرة. وكمان كان بيتعرض فيلم أكون للمخرجة زين عارف. كان لازم نسلط الضوء على العنف اللي بنشوفه حتى في الدراما. خصصنا أوضة عرض فيها مشاهد من مسلسلات بتضرب فيه الستات اللي بيبان عادي لكنه مش عادي. جنب المشاهد دي عرضنا تقرير المجلس القومي للمرأة عن عدد المرات اللي تعرضت فيه الستات للعنف في الأعمال الدرامية. وكان في كمان أوضة مختلفة فيها تسجيلات صوتية للكلام اللي بنسمعه من واحنا صغيرين، سواء كان ستات أو كرجالة، كلام بيسيب علامة. وفي الافتتاح كان في MC محمود عبد المجيد قدم الحفلة وبدأ بتقديم مي عبد العظيم مؤسسة المجلة اللي اتكلمت عن سبب تنظيمها للمهرجان ده وعن أهمية خلق مساحة آمنة لكل ست تحكي قصتها. بعدها اتكلم كريم شافعي رئيس مجلس إدارة شركة الإسماعيلية للتطوير العقاري، واللي اتكلم عن إن وسط البلد دايما مركز للفن والإبداع، وبالذات الفن اللي ليه رسالة واضحة وبيفتح النقاش حوالين قضايا بتلمسنا كلنا. وعشان فيلم رفعت عيني للسماء
للمخرجة ندى رياض والمخرج أيمن الأمير فاز بجائزة في مهرجان كان وأثر فينا عشان بيحكي عن فرقة البرشا اللي كسرت الصورة النمطية في الصعيد واستخدمت الغنى والعروض في الشوارع لنشر الوعي ومساعدة البنات يعبروا عن اللي بيشوفوه من مشاكل وتحديات يومية، كان لازم يكون جزء من المهرجان. الفرقة غنت على مسرح سينما راديو، وبعد العرض كان في جلسة نقاش معاهم كانت مليانة إلهام طاقة وأمل في التغيير. في المسرح كان في معرض قريب قوي من قلبنا، وهو معرض كتاب أبطال صغار من إصدار شركتنا الأم مايند فود بالشراكة مع اليونيسف. الكتاب ده مميز جدا لأنه بيضم رسومات رسموها الأطفال بنفسهم وهم في رحلة التعافي من العنف اللي تعرضوا له، فكان الفن هو المساحة الآمنة اللي عبروا فيها عن مشاعرهم وخلى الأحاسيس المؤلمة تخرج على شكل ألوان وخطوط وكلمات. وفي أول يوم الأطفال نفسهم حضروا ووقعوا على نسخ من الكتب، كانوا فرحانين جدا إن رسوماتهم وصلت للنور وإن في ناس شافوا مشاعرهم وتواصلوا معاهم. وفي آخر يوم في المهرجان احتفلنا بإطلاق كتاب أبطال صغار، وكان في حفلة اتعرض فيها فيديو بيعرض الرسومات بنظرة مركبة حساسة من إنتاج مادفست، واتكلم القائمين على المشروع في كلمات مؤثرة، وناس كتير اشترت الكتاب وشافت قد ايه الأطفال دول مبدعين وأصواتهم تستحق تتسمع. وعلى مدار أيام المهرجان استقبلنا آلاف الأشخاص شاركوا في الفعاليات الندوات والمعارض والورش، وده دليل على إن في ناس كتير عايزة تسمع تتكلم تتعلم وتتغير. التجربة كانت مساحة حقيقية للتواصل والفهم والدعم.